صباح الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله نبدا مع بعض حل تدريبات الدرس الاول، الاخراج في الجلد. حبايب قلبي، لما خدنا الاخراج في الجلد قلت لك الوحده الوظيفيه للاخراج في الجلد هي الغدد العرقيه. وخدنا كمان اعضاء الاخراج كلها، قلنا من ضمنهم الكليه مسؤوله عن اخراج البول، وقلنا الجلد مسؤول عن اخراج العرق، وقلنا كمان ان الكبد مسؤول عن اخراج السموم. وكمان يا دكتور قلنا ان الرئتين ليها دور في عملية الاخراج. الرئتين مسؤولة عن اخراج ثاني اكسيد الكربون وعن اخراج المية في صورة بخار ماء. طيب تعالى كده نبدأ مع بعض. اول درس عندنا، خد بالك بس ان في ملخص قبل كل درس، يعني انا عاملة بس الكتاب بتاعنا الترم ده في ملخص قبل الواجب، فانت عادي بتذاكر من الشرح الاول وبعد كده تفتح الملخص بتاعك، بعد كده تبدأ تحل. تمام؟ الملخص هنا بقى مجمع لك كل حاجة في مقارنة، اهم بقى الاجزاء اللي احنا قلناها في الشرح مثلا، فالملخص حلو جدا جدا، هيلم لك الدنيا كلها، فضروري تذاكر الملخص برضو قبل ما تبدأ حل. طيب افتح كتابك كده معايا، صفحة كام دي؟ صفحة 70، وسمي الله ويلا بينا نبدأ. أول سؤال يا حبايبي بيقولك هنا أي أعضاء الإخراج التالية ليس لها دور في إخراج الماء. الجلد ليه دور في إخراج المية لأن هو بيخرج المية في صورة عرق. الرئتين بتخرج المية في صورة بخار ماء. الكليتين بتخرج المية في صورة بول. لكن الكبد ما كانش ليه دور في إخراج المية، ده هو مسؤول عن تكوين اليوريا وإخراج السموم. رقم 2 بيقولك الشكل ده بيوضح أو بيعبر عن المواد الإخراجية لعضوين من أعضاء الإخراج. ادرسوا جيدا ثم أجب. عايز يعرف مين المواد س وصاد وعين. طيب بيقول لي إن دي الرئة ودي الكلية، في مادة مشتركة ما بينهم اللي هي المادة صاد دي. المادة صاد دي اللي مسؤول عن إخراجها الرئة ومسؤول عن إخراجها كمان الكلية. فمين الحاجة المشتركة في الاتنين؟ حاجة ممكن الرئتين تخرجها، وحاجة ممكن الكليتين ان هي تخرجها هي كمان، يبقى دي اكيد المية، لان انا عارفة ان الرئة مسؤولة عن اخراج ثاني اكسيد الكربون وعن اخراج المية. ينفع اقول هنا صاد دي ثاني اكسيد الكربون؟ لا، لان صاد اللي هي مشتركة بين الرئة والكلية، فلازم تكون الرئة مسؤولة عن اخراجها ولازم تكون الكلية مسؤولة عن اخراجها. فما ينفعش اقول ثاني اكسيد الكربون، لان ثاني اكسيد الكربون ده بيخرج عن طريق الرئتين فقط، لكن الميه والله يا دكتور بتخرج عن طريق الرئتين في صوره بخار ماء، وتخرج عن طريق الكليتين في صوره بول، يبقى معنى كده ان هي مشتركه في الاثنين. طيب حاجه بقى بيختص بيها الرئه فقط، يبقى دي اكيد ثاني اكسيد الكربون اللي هي س. طيب حاجه مختص بيها الكليه فقط، فممكن نقول هنا اليوريا لان هي بتخرجها في صوره بول. يبقى هنا ممكن نقول على الترتيب ثاني اكسيد الكربون ميه يوريا، يبقى نختار ب. 3 بيقول لك الشكل ده بيوضح 3 أعضاء إخراج. ادرسوا جيدا وأجب. عايز يعرف مين الأعضاء إكس وواي وزد على الترتيب. تعالى كده بص معايا عند إكس هنا. إكس بيقول لي بتخرج ثاني أكسيد الكربون مية توابل. أول ما شفت دي بقولت أكيد العضو إكس ده اللي هي الرئتين. شاطرين. طيب واي بيقول لي بتخرج مية ويوريا، بس أنا مش عارف بقى هل هي جلد ولا هل هي كلية، لأن الجلد بيخرج مية وبيخرج كمان يوريا. طيب بيخرج قد ايه من اليوريا؟ نسبة قليلة جدا جدا من اليوريا بتخرج عن طريق العرق. فهنا لو قلت ان العضو واي ده الجلد، فانا مش متأكد. طب ما انا عندي الجلد بيخرج ميه ويوريا، وعندي كمان الكليتين بتخرج ميه ويوريا، فهنا ممكن نشوف زد الاول. زد بقولك ان هي بتخرج توابل وميه ويوريا، فمعنى كده ان انا اتأكدت ان زد ده هيبقى الكلية. ليه؟ لان التوابل دي مش هتخرج عن طريق الجلد، هي هتخرج عن طريق الكلية بس. طيب يبقى انا بقى ممكن اقول على واي ده مين؟ على واي ده ممكن اقول عليه ان هو الجلد، لان الجلد يخرج ميه ويوريا عادي. يبقى هنا هو عايزهم بالترتيب رئتين جلد كلية، رئتين جلد الكلية، فتبقى ج. 4 عايز حاجة لا تساهم في عملية إخراج المواد الناتجة عن عملية الأيض الهضمي لقطعة من السكر. حبايب قلبي، سكر ده مثلا هنعتبر إن هو سكر الجلوكوز. سكر الجلوكوز كان بيحصل له عملية اسمها عملية أكسدة. كان يدينا إيه يا دكتور؟ اللي هي دورة كريبس وسلسلة نقل الإلكترون وكل الحاجات دي. عملية الأكسدة كان بيطلع منها ATP، وكان بيطلع منها كمان، أيوة شاطر، مية. ال ATP ده أساسي. بيطلع منها كمان نواتج زي المية وثاني اكسيد الكربون. حلو قوي. جسمك بيتخلص من المواد دي، فبعتبر المواد دي مواد اخراجيه.
طيب المواد الإخراجية دي تخرج عن طريق مين؟ بس هو هنا بيقول لي حاجة لا تساهم في عملية الإخراج، مش هتساهم في إخراج المية وثاني أكسيد الكربون. الكلية هتساهم في إخراج المية، الجرد هيساهم في إخراج المية، الرئتين تساهم في إخراج ثاني أكسيد الكربون، لكن الكبد ما كانش بيساهم في إخراج ولا المية ولا ثاني أكسيد الكربون. 5، عايز يعرف مين في الأعضاء دي له القدرة على استخلاص الفضلات النيتروجينية. الفضلات النيتروجينية يا دكتور اللي هي جاية من تكسير البروتين. حلو قوي. الفضلات النيتروجينية هنا ممكن تخرج مثلا زي اليوريا، هنحط مثال مثلا عليها اللي هي اليوريا. ممكن تخرج عن طريق الرئتين؟ لا. ممكن تخرج عن طريق الجلد؟ ايوه، نسبة قليلة من اليوريا بتخرج عن طريق الجلد. طيب ممكن تخرج عن طريق الكليتين؟ ايوه بالظبط، برضو نسبة كبيرة جدا من اليوريا بتخرج عن طريق الكليتين. طب تخرج عن طريق الكبد؟ لا. يبقى هنا ممكن نختار صاد وعين. صاد وعين. ايوه، يبقى هنا ب. أي الثلاثيات التالية من وظائف التي يقوم بها الجلد؟ حبايب قلبي، كنا قلنا الجلد هو عضو مناعي. يعني إيه عضو مناعي؟ يعني بيساهم في مناعة جسمك ضد الميكروبات. يعني إيه برضو؟ حبايب قلبي، كنا أول ما خدنا البشرة قلنا فيها مادة اسمها مادة الكرياتين. مادة الكرياتين دي هي مادة قرنية بتمنع غزو الميكروبات. يعني قلت لك الهواء اللي انت بتتنفسه ده مليان ميكروبات كتير قوي، مليان بكتيريا كتير. ينفع اي بكتيريا من الموجوده في الهواء دي تخترق الجلد بتاعك وتدخل جوه جسمك؟ لا. طب ليه بقى؟ علشان الجلد ده عضو سميك وبيحتوي على طبقه اسمها طبقه الكيراتين بتمنع غزو الميكروبات. فعشان كده قلنا على الجلد ان هو عضو مناعي بيحافظ على جسمك من الميكروبات. حلو قوي، يبقى هو اول حاجه عضو مناعي. تاني حاجة قلنا هو عضو بيساهم في عملية الإخراج، لأن هو المسؤول عن إخراج العرق. حلو قوي. طب تالت حاجة بقى قلنا إن هو بيساهم في عملية الإحساس. إيه ده؟ يعني إيه؟ يعني الجلد هنا بيحتوي على خلايا عصبية حسية. الخلايا العصبية الحسية دي بتبدأ تحس عن طريقها، تبدأ تحس بالحرارة، تبدأ تحس بالبرودة، تبدأ تحس بالضغط، باللمس. فمعنى كده إن هو يعتبر عضو من أعضاء الإحساس. يبقى هنا هو عضو مناعة وإخراج وإحساس، فهنا نختار ج. مهم قوي الحتة دي، خد بالك منها. طيب رقم 7 بيقول لك ادرس الشكل ده وأجب أي الغازات التالية لا تتغير نسبتها داخل التركيب س خلال العمليتين اكس وواي. العملية اكس وواي بيقول لك دي شهيق وزفير. حاجة مش هتتغير نسبتها أثناء عملية الشهيق والزفير، ده مين يا دكتور؟ ده النيتروجين. لأن النيتروجين زي ما هيدخل الرئتين زي ما هيخرج، فما اقدرش أقول عن النيتروجين الجوي إن هو مواد إخراجية. تمام؟ يبقى هنا الحاجة نسبتها ثابتة هي النيتروجين. 8، أي الأعضاء الآتية لا تتشابه مع الصغور النباتية في أحد المواد المخرجة من خلالها؟ الصغور النباتية لما ناخد الإخراج في النبات هنعرف إن هي مسؤولة عن إخراج الماء. الصغور دي الورقة بتاعت النبات بيكون ليها سطح علوي وسطح سفلي. خدنا في الترم الأول إن السطح السفلي للورقة فيه صغور اللي هي ثقوب صغيرة كده. الصغور دي بيحصل عن طريقها عملية خروج المية اللي هي عملية النتح، اللي هي فقد الماء في صورة بخار ماء. حلو قوي. فهنا الصغور النباتية بتفقد المية. طيب هو عايز حاجة مش متشابهة مع الصغور النباتية، يعني حاجة مش مسؤولة عن إخراج المية. الكلية والجلد والرئتين مسؤولين عن إخراج المية ما عدا الكبد. كذا سؤال على الكبد هنا أهو، كلهم بيدوروا حوالين نفس الفكرة، إن الكبد مش بيخرج مية ولا ثاني أكسيد الكربون. عايز يعرف مين في الكائنات دي بتقوم بإخراج الفضلات النيتروجينية في صورة نشادر. طيب الفضلات النيتروجينية لما تخرج في صورة نشادر دي بتكون في الأسماك. الأسماك نشادر NH3. فهنا لما يسألك على الفضلات النيتروجينية بتكون في صورة نشادر امتى، فانت اختار اي سمكة على طول، فهنا نختار ج. 10، لكن الفضلات النيتروجينية في جسم الإنسان بتخرج في صورة يوريا. 10 بيقولك المخطط ده بيوضح 3 أعضاء إخراجية س وصاد وعين. طيب بيقولك في جسم إنسان تشترك في إخراج بعض المواد ما العضو المسؤول عن إخراج التوابل المتطايرة. توابل متطايرة يبقى على طول دي مين يا دكتور؟ دي الرئتين. طيب عايزين نعرف بقى مين فيهم الرئتين. بيقول لي س دي هتخرج ميه، تمام. صاد هتخرج ميه وفضلات نيتروجينيه، عين هتخرج ميه وفضلات نيتروجينيه برضه. ينفع اختار الرئتين مسؤولة عن اخراج فضلات نيتروجينيه؟ لا.
ليه؟ لان الرئتين مسؤولة عن اخراج مية وثاني اكسيد الكربون بس. تمام؟ فهنا ممكن اقول الرئتين هي س، لان هو قال لي س دي بتخرج مية بس، لكن ما ينفعش اقول فيها فضلات نيتروجينية لان هي مش مسؤولة عن اخراج فضلات نيتروجينية نهائي. يبقى هنا هقول مين الرئتين؟ اللي هي س. 11 اي الفضلات التالية تنتج عن عملية هدم نواتج هضم قطعة خبز. الخبز يعني فيه كربوهيدرات. بص بقى بيربط لك اولى ثانوي بتانية ثانوي ازاي اهو. لازم تكون عارف ان الخبز ده بيحتوي على الكربوهيدرات. الكربوهيدرات لما بتتحلل او بتهضمها بقى، لما خدناها في الترم التاني، لما الكربوهيدرات بتتهضم بتتحول الى نشا، والنشا الى سكر اللي هو سكر الجلوكوز. المهم في الاخر هيطلع لنا جلوكوز. حلو. الجلوكوز ده يحصل له عملية اكسدة فيدينا مية H2O وثاني اكسيد الكربون. حلو جدا. لما اجي اسالك على النواتج دي تاني، انا عماله اعيد السؤال تاني اهو، اسئله نفس الاسئله تقريبا بس بايه؟ بصيغه مختلفه، فانت خد بالك. الميه وثاني اكسيد الكربون هنا بنقول عليهم نواتج دوره كريبس، لان اكسده الجلوكوز كان في خطوه فيها اسمها دوره كريبس. دوره كريبس هي اللي كان بيخرج منها الميه وثاني اكسيد الكربون. تمام؟ ممكن اقول لك نواتج هضم قطعه خبز، هتقولي ميه وثاني اكسيد الكربون. ممكن اقول لك يا دكتور نواتج اكسده الجلوكوز، هتقولي ميه وثاني اكسيد الكربون. ممكن اقول لك نواتج دوره كريبس، هتقولي ميه وثاني اكسيد الكربون. يبقى كلهم واحد. يبقى هنا نختار الميه وثاني اكسيد الكربون. طب رقم 12 عايز يعرف هنا مين في دول بيعبر عن نواتج التمثيل الغذائي الضارة الناتجة عن تكسير قطعة لحم تناولها شخص. اللحوم يا دكتور ممكن تكتب لي جنبها كده ان هي بتكون عبارة عن بروتين. طب البروتين بيخرج في صورة ايه؟ بيخرج في صورة فضلات. اعرف بقى طريقة الحل. فضلات نيتروجينية. يا ريت كده مش اول ما تقرا السؤال عينك تعدي على السؤال كده تقول ده الاجابه دي. لا، احنا مش بنحل بالسنس هنا، احنا بنحل بخطوات. يعني لازم مثلا تفكر الاول، يعني بنفس السيكونس ده كده، ان انا اشوف الاول مثلا لقيت كلمه لحمه، فاللحمه دي انا عارفه ان هي بروتين. تمام؟ فالبروتين بيخرج في صوره فضلات نيتروجينيه. فضلات نيتروجينيه. الفضلات النيتروجينيه دي انا عارفه ان هي زي النشادر واليوريا وحمض اليوريك. فانا كده تقريبا جمعت الاجابه بتاعتي. انا محتاجه اختار حاجه من دول، نشادر او يوريا او حمض يوريك. فهنا موجود عندي مين بقى؟ النيتروجين وحمض النيتريك. خد بالك ان دي حمض النيتريك مش اليوريك. تمام؟ احماض امينيه يوريا. فانا هنا لقيت اليوريا اللي هي تعتبر من نواتج هضم البروتين، اللي هي تعتبر بتخرج في صوره فضلات نيتروجينيه. وكمان في الانسان فالفضلات النيتروجينيه دي بتخرج في صوره يوريا. طب رقم 13 عايز يعرف حاجة من دول بتعبر الأغشية البلازمية أثناء عملية تبادل الغازات. أثناء عملية تبادل الغازات اللي هي أثناء عملية الشهيق والزفير، كنا قلنا الهواء اللي احنا بنتنفسه ده فيه أكسجين، فيه ثاني أكسيد الكربون، فيه نيتروجين. مين اللي بيعدي من خلال الأغشية البلازمية وأقدر أقول عليهم إن هما مواد إخراجية؟ ده ثاني أكسيد الكربون. والأكسجين كان بيدخل من الجو يدخل جوه جسمك، يعني بيعدي برضو على أغشية بلازمية. فمعنى كده إن الحاجات دي بتعبر الأغشية البلازمية. لكن النيتروجين كان زي ما بيدخل الرئتين جوه الحويصلات الهوائية زي ما بيخرج، يعني ما بيعديش أي أغشية بلازمية. فعشان كده قلنا على النيتروجين الجوي إن هو لا يعتبر مواد إخراجية. فهنا عايزين الحاجة اللي بتعبر الأغشية البلازمية. ممكن أقول ثاني أكسيد الكربون، ممكن أقول كمان الأكسجين. تمام؟ فهنستبعد مين الأول؟ هستبعد النيتروجين. استبعدنا أي إجابة فيها نيتروجين لأن هو مش بيعدي من خلال الغشاء البلازمي. هنا عندي أكسجين وثاني أكسيد الكربون، وفي كمان المية طبعا بتخرج من الرئتين في صورة بخار ماء. يبقى هنا أدق واحدة اللي هي المية وثاني أكسيد الكربون. وطبعا عشان حاجة بتخرج من الجسم، يعني مثلا هو قال لي حاجة هتخرج من الجسم، يبقى هنا ممكن أقول ثاني أكسيد الكربون، ما أقولش أكسجين، لأن الأكسجين بيدخل للجسم مش بيخرج. 14 عايز يعرف مين في دول من وظائف طبقة بشرة جلد الإنسان. خد بالك ان هنا ما قالش الجلد بس، ده هو اختص قوي مين؟ البشرة، لان احنا عارفين ان الجلد فيه بشرة وفيه
أدمة، تمام؟ فأنا لازم أكون عارفة هنا هل هو بيسألني على البشرة ولا على الأدمة. هو هنا سألني على طبقة البشرة، بيقول لي بتلطف درجة حرارة الجسم. لا، هي البشرة أصلا ما فيهاش الغدد العرقية، ده الغدد العرقية فيها الأدمة، موجودة في الأدمة. طب استخلاص الفضلات النيتروجينية برضو لا، ده دي وظيفة الغدة العرقية، والغدة العرقية في الأدمة. إنتاج العرق برضو دي وظيفة الغدة العرقية ودي في الأدمة. طب منع غزو البكتيريا، أيوة دي صح، لأن منع غزو البكتيريا والميكروبات كان بيكون عن طريق طبقة الكيراتين اللي موجودة على الطبقة السطحية للبشرة. أي التراكيب التالية تمتد خلال طبقتي الأدمة والبشرة في الجلد؟ طيب الشعر فعلا موجود في الأدمة وبيطلع لحد البشرة. الأوعية الدموية لا يا دكتور، ده دي موجودة في الأدمة فقط. خد بالك، الأوعية الدموية، الدم اللي ماشي في الأوعية الدموية ده موجود في الأدمة فقط، خد بالك منها عشان ما تتلخبطش. طيب الشعر والغدد العرقية، أيوة فعلا الشعر موجود في الأدمة وبيوصل للبشرة، الغدة العرقية موجودة في الأدمة وبتوصل للبشرة، يبقى أنا ممكن أختار ب هنا صح. 16، عند ارتفاع درجة حرارة الوسط الخارجي عن المعتاد، مين في دول هيمثل الاستجابة لكل من الأوعية الدموية؟ ايه اللي هيحصل للأوعية الدموية وايه اللي هيحصل لنشاط الغدد العرقية؟ حبايب قلبي مهم جدا جدا السؤال ده، اكتب لي عليه مهم كده. عايز يعرف لما درجة الحرارة ترتفع ايه اللي هيحصل؟ اول حاجة للأوعية الدموية والغدد العرقية. اسأل نفسك سؤال، عند ارتفاع درجة الحرارة يعني في الصيف معدل العرق اللي بيحصل له بيزيد. حلو جدا، اول ما يزيد معدل العرق، اول ما ترتفع درجة الحرارة بنلاقي الأوعية الدموية بتتسع. طب يعني ايه بتتسع؟ يعني بيوصل ليها كمية دم كبيرة، فمعنى ان هي واصل ليها كمية دم كبيرة يبقى اكيد العرق اللي هتستخلصه بقى الغدة العرقية هيكون بنسبة عالية. يبقى اول حاجة ليه في الصيف معدل العرق بيزداد؟ هقول ليه بقى. اول حاجة كده اكتب معايا، بسبب اتساع الأوعية الدموية. أول ما تتسع الأوعية الدموية يزداد معدل تدفق الدم للأوعية الدموية، فطالما في دم كتير واصل للأوعية الدموية فبالتالي الغدة العرقية تستخلص كمية عرق أكبر، فبالتالي يزداد معدل العرق. حلو جدا، يبقى هنا هنقول إيه اللي هيحصل للوعاء الدموي؟ هيتسع لأن ده ارتفاع درجة حرارة. إيه اللي هيحصل لنشاط الغدد العرقية؟ هتزيد، يبقى هنا نختار تتسع ويزداد. 17، أي الخلايا التالية يؤدي غيابها إلى فقد الجلد لونه الطبيعي؟ هو مين المسؤول عن لون الجلد يا دكتور؟ دي صبغة اسمها صبغة الميلانين. الميلانين، وقلنا نسبة الميلانين لما تكون عالية البشرة بتكون سمراء، ولما بتكون نسبة الميلانين قليلة فالبشرة بتكون بيضاء. طيب هو عايز يعرف بقى الميلانين دي بتتفرز منين؟ بتتفرز من الخلايا الصبغية اللي موجودة في نهاية الطبقة الداخلية للبشرة. فهنا هقول يا دكتور بتتفرز من الخلايا اللي موجودة بقاعدة الطبقة الداخلية لبشرة الجلد، يبقى نختار ب. 18، أي مما يلي لا يحدث عند وضع اليد داخل كيس بلاستيك وربطه حول المعصم. فأما أجيب كيس بلاستيك كده وتربطه حوالين المعصم هنا، إيه اللي هيحصل؟ هتلاقي إيدك عرقت قوي، تمام؟ فليه عرقت بقى؟ لأن درجة الحرارة لما أنا قفلت كده على إيدي بالكيس ده، درجة الحرارة جوه إيدك عليت، فطالما درجة الحرارة عليت الأوعية الدموية اتسعت، فطالما الأوعية الدموية اتسعت هيزيد معدل العرق. طب العرق بقى اللي موجود جوه الكيس ده هيفضل موجود جواه ولا هيتبخر؟ لا يا دكتور، هيفضل موجود جواه لان هو مش متعرض للهواء. طب لو شلت الكيس ده بقى شويه وهتلاقي العرق ده راح لان هو كده يعتبر اتبخر، تمام؟ يبقى هنا اول حاجه هقول ارتفاع درجه الحراره داخل الكيس، دي صح. طيب نشاط، هو عايز حاجه لا تحدث. نشاط الغدد العرقيه لاستخلاص العرق من الدم، برضو دي صح. نشاط الغدد الدهنيه، هل دي ليها علاقة بان انا مثلا احط كيس واقفله على ايدي فمعدل العرق يزيد؟ لا، هي الغدد الدهنية مش هيزيد نشاطها، ملهاش علاقة بدرجة الحرارة. طيب بقاء العرق على سطح الجلد، صح ولا غلط؟ فعلا العرق هيفضل موجود على سطح الجلد لان جوه الكيس فهنا قافل عليها مفيش هواء داخل، فالعرق هيفضل موجود جوه الكيس او على سطح الجلد زي ما هو مش هيتبخر، لكن مجرد ما تشيل الكيس العرق ده يتبخر. يبقى هنا الحاجة اللي ملهاش علاقة او مش هتحصل هي نشاط الغدد الدهنية، لأن الغدد الدهنية ملهاش علاقة بدرجة الحرارة. أي الرسومات البيانية التالية يوضح كمية الدم التي تصل للغدة العرقية؟
وكتر الشعيرات الدموية عند ارتفاع درجة حرارة الجو. أول ما تزيد درجة حرارة الجو، إيه اللي هيحصل لكتر الشعيرات الدموية؟ أنا بقول لك لما بتزيد درجة حرارة الجو الأوعية الدموية بتتسع. إيه ده؟ يعني القطر بتاعها إيه اللي بيحصل له؟ بيزيد. حلو أوي. طب كمية الدم اللي واصلة لها، طالما الوعاء الدموي اتسع يبقى هيوصل له كمية دم أكبر، يبقى هنا هي علاقة طردية، هي متجاوبة أصلا. طب تعالى كده نشوف مع بعض رقم 20. بيقولك الشكل ده بيعبر عن كمية المواد الإخراجية التي تغادر الجسم عبر الجلد. عايز يعرف مين س وصاد وعين، يبقى دي كده المواد دي بتخرج عن طريق الجلد بس. المادة س نسبتها 1، صاد نسبتها 2، عين نسبتها 3. طب مين أكتر حاجة تخرج عن طريق الجلد؟ أكتر حاجة من مكونات العرق هي المية، يبقى هنا كده قلت إن أكيد عين دي هتكون المية. حلو. طيب صاد وسين حاجة كمان تخرج عن طريق العرق. طيب هنا صاد دي ممكن أقول ممكن تكون مين؟ ممكن تكون الأملاح، لأن العرق بيكون عبارة عن مية وأملاح ونسبة قليلة جدا جدا من اليوريا. فهنا سين بقى ممكن تكون مين يا دكتور؟ ممكن أقول عليها إن هي اليوريا، لأن في نسبة يوريا قليلة قوي تخرج عن طريق الجلد. فهنا محتاجة أختار مية. هو عايز مين الأول؟ سين وصاد وعين، يبقى يوريا وأملاح ومية. يوريا وأملاح ومية تبقى ج. خد لك بريك شوية ويلا بينا نكمل. رقم 21 هنا عايز يعرف مين في الفتيات دي عندها صبغة الميلانين بنسبة عالية، يعني بيقول لك أعلى نشاط في الخلايا الصبغية. طيب اسمع معايا كده، قلت لك إن صبغة الميلانين لما تكون نسبتها عالية يبقى معنى كده إن البشرة هتكون لونها أسمر. طب لو صبغة الميلانين نسبتها قليلة يبقى البشرة هتكون بيضاء. طيب هنا أعلى نشاط للخلايا الصبغية، أكتر كمية لصبغة الميلانين فهتكون في البشرة السمراء، يعني نختار هنا تقريبا اللي هي ب. مش عارفة هي واضحة عندكم ولا لأ، بس تقريبا هي دي أكتر بشرة سمراء. طب لو قالك بقى أقل نشاط للخلايا الصبغية فهختار أكتر بشرة لونها أبيض. طب رقم 22 بتعبر الأشكال التالية عن بعض الأنسجة الموجودة في جسم الإنسان. أي هذه الأنسجة لا يمكن أن يوجد في الجلد؟ طيب الميلانين أنا عارفة إن هي الصبغة اللي موجودة في الجلد. الخلية العصبية دي فأنا عارفة إن الجلد موجود فيه خلايا عصبية حسية، فمعنى كده إن ده موجود في الجلد وده موجود في الجلد. طيب الكيراتين هنا برضو موجود في الطبقة السطحية للجلد، يبقى معنى كده ان ألف هنا اللي هستبعدها. طب انا مش عارفة مين ألف دي. ألف دي انت كنت خدتها في اولى ثانوي، بص برضو دايما بيربط لك حاجات خدتها في اولى بتانية. فألف دي اللي هي العضلات. العضلات لما كنا خدنا انواع العضلات كلها في اولى ثانوي كنا خدنا ان في عضلات اسمها عضلات هيكلية، اللي هي العضلات المتصلة بالهيكل العظمي. طيب حبايبي انا جبت اسئله صعبه شويه الترم ده علشان تاخد عليها من اول ما انت بتحل الواجب بتاعك، تمام؟ فهنا الحته دي يعني انت ممكن تحس السؤال صعب او مش عارف تختار ايه، بس انا عارفه مثلا ان الميلانين حل بالاستبعاد. الميلانين موجود في الخلايا الصبغيه. الخلايا العصبيه دي برضو موجوده في الجلد. الكيراتين فهو شاور لي عليها كده، عرفت ان هي برضو موجوده في الجلد لان انا خدت ان الطبقه السطحيه موجود فيها كيراتين. طيب فهنا هستبعد ألف. طيب حتى لو انت مش عارف ان ألف دي العضلات الهيكلية فانت عارف ان الباقي دول موجودين في الجلد، لكن دي مستبعدة فانا اخترتها حتى لو انا مش عارفة ان دي عضلات هيكلية. تمام كده؟ يبقى انت خليك دايما لو مش عارف سؤال حله بالاستبعاد. بيقولك الشكل ده بيعبر عن حالة مرضية، افحصه ثم أجب. أي الاختيارات التالية بالجلد تعتبر سبب في هذه الحالة المرضية؟ حبايبي الحالة المرضية دي بتسبب ظهور بقع لونها أبيض، أجزاء لونها أبيض كده في البشرة أهي. طيب الأجزاء اللي لونها أبيض موجودة في البشرة دي هي تقريبا هتلاقيها بقى في الكتاب عندك، هو ده عشان PDF بس، في الكتاب عندك هتلاقيها أوضح شوية. البقع اللي لونها أبيض اللي ظاهرة في الجلد دي سببها إيه؟ سببها إن الأجزاء دي ما فيهاش نسبة ميلانين. أيوة نسبة الميلانين فيها هتكون إيه؟ قليلة، لأن أنت عارف إن طالما البشرة لونها أبيض فنسبة الميلانين قليلة، يبقى هنا هنقول سبب الحالة المرضية دي انعدام حبيبات الميلانين. انعدام حبيبات الميلانين في الأجزاء اللي لونها أبيض. رقم 24 يا دكتور بيقولك هنا أي مكونات الجلد الآتية يخلو منها هذا الجزء من الجسم؟
الجزء ده اللي هي القدم من أسفل، الجزء ده يا دكتور بيكون مش موجود فيه إيه؟ والله ده أكيد مش موجود فيه غدد دهنية، لأن هنا الجزء ده اللي هي القدم من أسفل مش بيتفرز منها دهون، مش بيتفرز منها أو مش موجود عندها غدد دهنية، لأن هي مش موجود عندها الشعرة، فبالتالي ما عندهاش غدد دهنية. رقم 25، أي مما يلي ليس لمكونات الأدمة دور في حدوثه. الحفاظ على درجة حرارة الجسم. هو الأدمة هنا بيكون عندها الشعرة والغدد العرقية والغدد الدهنية، فهو كل الحاجات دي موجودة في الأدمة، فهو عايز حاجة بقى مش من ضمن مكونات الأدمة. طيب الحفاظ على درجة حرارة الجسم، لا دي من مكونات الأدمة عادي، لأن الأدمة عندها غدد عرقية. حماية الشعر من التقصف برضو من مكونات الأدمة، لأن هي عندها غدد دهنية. الاستجابة للمس ودرجة الحرارة برضو دي صح، لأن هي عندها خلايا عصبية. طب إكساب الجلد لونه المميز، هل الأدمة هي اللي مسؤولة عن إكساب الجلد لونه المميز؟ لا، اشمعنى؟ لأن إكساب الجلد لونه المميز ده بسبب صبغة الميلانين، اللي موجودة فين يا دكتور؟ موجودة في الطبقة الداخلية للبشرة وليس الأدمة. 26، كم عدد الوحدات الوظيفية الإخراجية في الشكل المقابل؟ هو عايز يعرف الوحدة الوظيفية الإخراجية، يعني عايز يعرف عدد الغدد العرقية، لأن ده الجلد، فمين الوحدة الوظيفية للإخراج في الجلد؟ هي الغدد العرقية. كم غدة عرقية باينة عندك؟ أهي دي غدة ودي التانية ودي التالتة، يبقى 3 غدد عرقية. 27، نوع النسيج في س وصاد وعين على ولام على الترتيب. س دي طبقة البشرة، والبشرة بنقول عليها إن هي نسيج طلائي، طلائي يعني بيطلي سطح الجسم من الخارج. طيب صاد الأدمة، الأدمة بنقول عليها إن هي نسيج ضام. طيب عين اللي تحت الأدمة، بعد الأدمة كده في عين، العين ده اللي هي الطبقة اللي لونها أصفر دي، الطبقة اللي لونها أصفر دي اللي هي الدهون، فبنقول عليه نسيج دهني، دهني. تحت الدهون بقى موجود العضلات بتاعت جسمك، يبقى دي كده العضلات، فبنقول عليها نسيج عضلي. يبقى بالترتيب طلائي ضام دهني عضلي، طلائي ضام دهني عضلي اللي هي ألف. 28، مين في الشكل ده بيستقبل المؤثرات الحسية، اللي هي الخلايا العصبية الحسية اللي هي مشاور عليها بدي، يبقى دي اللي هي خلايا عصبية حسية. أي التراكيب يتم خلالها انتشار قدر ضئيل من اليوريا بهدف التخلص منها. بنتخلص من اليوريا من خلال الغدد العرقية، الغدة العرقية اللي هي بي، مشاورين عليها بي اهي، يبقى هنا عن طريق الغدد العرقية. وطبعا احنا قلنا هنا قدر ضئيل من اليوريا، لأن الكليتين هي اللي مسؤولة عن إخراج اليوريا بكمية كبيرة، لكن الجلد مسؤول عن إخراج اليوريا بكمية قليلة. 29، خلاص قربنا نخلص اهو. استخلاص الفضلات في التركيب س يتم من خلال ايه؟ س ده اللي هي الغدة العرقية، فاستخلاص الفضلات من الغدد العرقية بيتم عن طريق شريان ولا وريد؟ تسأل نفسك سؤال، فاكر لما قلت لك ان اي عضو في جسمك بيدخل ليه شريان ويخرج منه وريد؟ طيب دي الغدد العرقية هتستخلص العرق من التفرعات الشريانية يعني من الشرايين، ولا من التفرعات الوردية اللي هي الأوردة يعني؟ أكيد يا دكتور، طالما هي هتستخلص حاجة فهتجيب من الدم اللي داخل ليها، الدم اللي داخل للغدد العرقية هيدخل ليها عن طريق شريان. حلو قوي، يبقى هنا هي أكيد هتستخلص الفضلات من التفرعات الشريانية، يبقى هنا الشعيرات الدموية الشريانية. 30، عايز يعرف أي النقاط يكون اتساع الأوعية الدموية أكبر ما يمكن. الأوعية الدموية متسعة يعني كمية العرق كبيرة، يعني درجة حرارة الجلد مرتفعة، فهتبقى عند س. 31، حاجة موجودة في الأدمة فقط، حاجة موجودة في الأدمة فقط. ممكن نختار مين موجود في الأدمة فقط يا دكتور؟ والله أكيد الغدة الدهنية، لأن الغدة الدهنية موجودة عند الشعرة أسفل كده، فمعنى كده إن هي موجودة في الأدمة بس. طيب الأوعية الدموية، برضو قلنا الأوعية الدموية خد بالك إن هي موجودة في الأدمة فقط مش بتخترق البشرة، يبقى هنا حاجتين موجودين في الأدمة بس، يبقى أنا ممكن أختار الشعيرات الدموية والغدد الدهنية.
رقم 32 عايز يعرف أي الأعضاء التالية يعتبر عضو ثانوي. حط دايرة كده على كلمة عضو ثانوي دي عشان أقولك يعني إيه. لإخراج نواتج تكسير الأحماض الأمينية. تكسير الأحماض الأمينية دي يا دكتور يعني فضلات نيتروجينية. حلو. فالفضلات النيتروجينية في الإنسان بتكون في صورة يوريا. حلو جدا. طيب هو عايز يعرف بقى عضو هيخرج يوريا بس هو عضو ثانوي. طب يعني إيه كلمة عضو ثانوي؟ طب يعني إيه عضو أولي الأول؟ عضو أولي يعني بيخرج منه اليوريا بنسبة عالية، فأقول عليه إن هو عضو أولي في إخراج اليوريا، يعني أكتر مكان بيخرج يوريا. فممكن أقول العضو الأولي ده اللي هو مين؟ اللي هو الكلية. يبقى هنا الكلية بتخرج اليوريا بنسبة عالية جدا جدا، فما أقدرش أقول عليها عضو ثانوي، لا هي عضو أولي أو عضو أساسي، يعني اليوريا بتخرج كلها عن طريق الكلية. طب الجلد بقى، هو الجلد بيخرج يوريا بس بنسبة ضئيلة، يبقى هنا بيخرج يوريا برضو بس بنسبة ايه؟ قليلة جدا جدا، وهي على فكرة اللي بتسبب رائحة العرق الكريهة، تمام، اللي هي النسبة قليلة من اليوريا. طيب أقول على الجلد هنا إن هو عضو إخراج لليوريا أولي ولا ثانوي؟ أساسي ولا غير أساسي؟ لا أقول عليه إن هو عضو إخراج مش أساسي لليوريا، فأقول عليه إن هو عضو إخراج ثانوي، عضو إخراج ثانوي لليوريا، يعني بيخرج منه نسبة يوريا بنسبة ضئيلة جدا جدا. اوعى تنساها، الله يكرمك اوعى تنساها، بيخرج منه نسبة ضئيلة جدا جدا من اليوريا، فأقول على الجلد إن هو عضو إخراج لليوريا ثانوي، يبقى هنا نختار ب. لكن لو قلت لك المكان الأساسي اللي بيخرج منه اليوريا هتقولي الكلية. عايز يعرف مين في الأشكال دي صح. معدل العرق في الصيف بيقل، لا دي غلط. معدل العرق في الصيف ثابت، برضو غلط، هو بيزيد في الصيف، تمام، بس يعني هو ماشي ممكن يكون الثابت دي يعني هو موجود بنسبة عالية، هنا قصده هنا كده ان هو نسبته عالية، فماشي دي ممكن تمشي تمام. اهو معدل العرق في الصيف عالي وبعد كده يبدأ يقل في الشتاء، بعد كده هيقل اكتر في الصيف، لا هو هيرجع يزيد تاني في الشتاء. هنا بيقول لي في الصيف معدل عرق قليل وفي الشتاء عالي، لا دي غلط برضو، فهنا الصح فيهم اللي هي ج. معدل العرق في الصيف معدله عالي، في الشتاء قل، تمام، في الصيف رجع زاد تاني، يبقى هنا ممكن نقول ج هي اللي صح فيهم. في حالة تعرض الجسم للجو حار، فمعنى كده يا دكتور ان العرق هو عايز العرق والبول، جو حار فالعرق نسبته هتزيد والبول نسبته هتقل، يبقى العرق اللي بالأحمر ده هيزيد والبول هيقل، يبقى نختار ج. 35 آخر سؤال عندنا. أي الأجزاء بالشكل المقابل مسؤول عن إمداد الشعرة بالغذاء اللازم له؟ طيب دي كده الشعرة اللي هي رقم 4، و2 هنا اللي هي بصيلة الشعر، فهنا هي دي اللي بتمدها بالغذاء اللازم ليها، يبقى هنا نختار رقم 2. حبايب قلبي احنا كده خلصنا مع بعض واجب الدرس الاول، ذاكروا كويس قوي، اوعى 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 تنسى مذاكرة الملخص عشان هتلاقي فيه معلومات مهمة جدا ليك وهتسهل عليك كمان وانت بتحل الواجب. ربنا يوفقكم ويا رب تكونوا استفدتوا.